بدأت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. احنا دلوقتي يا جماعة بنعمل طريقة عمل العيش المصري. انا بعمل طريقة عمل العيش المصري دلوقتي. بجهز يعني من بالليل عشان بكرة ان شاء الله في الصبح ان شاء الله هعمل عيش مصري. العيش المصري ده يا جماعة طبعا حاجة بيتي، يعني لقمة بيتي، المفروض حاجة تكون نظيفة وحاجة حلوة ما شاء الله، يعني غير شغل الأفران خالص. دلوقتي الخميرة، دلوقتي أنا بجهز حاجة اسمها الخميرة دي اسمها خميرة البيرة. الخميرة البيرة دي عبارة عن اهي الخميرة بتاعتنا اللي بعمل منها العيش، دي اسمها الخميرة البيرة. الخميرة البيرة دي غير الخميرة الفورية اللي هي سريعة التحضير وتطلع بسرعة، لكن دي أنا بخمرها من بالليل، بحطها من بالليل في شوية مية كده اهو، وبمسك عليها عجينة، بحط عليها دقيق وبمسك عليها عجينة. تمام. دي الخميرة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها اسمها الخميرة البيرة. بحلها بشوية مية. تمام. اديني حلتها بشوية مية اهي تدوب كده معايا. دي اساس العيش المصري، دي اساس التخمير بتاع العيش المصري، دي اساس التخمير اللي انا بخمر عليه العيش المصري. بمسك خميرة كده من بالليل وبعجن عليها شوية دقيق كده، وبعد كده اقوم اكمل بقى الصبح ان شاء الله. ادي دابت معايا الخميرة البيرة. بعد كده ببتدي احط الدقيق بتاعي. ادي الدقيق اللي انا هعمل عليه الخميرة، بمسك عليه الخميرة اهو، كيلو دقيق يعني ما يعادل كيلو دقيق. تمام. ادي اهو بمسكه وبحط سنة ملح بسيطة، شوية ملح صغيرة كده، سنة يعني. الملح ده اصلا يعني بيبقى سنة في المخبوزات وحلو بينجح العجينة. اديني حطيت اهو الخميرة والدقيق معايا مع شوية مية قلنا. ببتدي اعجن بقى بايدي كده، امسك الخميرة بتاعتي اللي هخمر عليها العجين بكرة ان شاء الله باذن الله، وابتدي احط شوية مية اهي معايا بالتدريج كده. ادي المية كمان اهي. تمام. امسك الخميرة بتاعتي كده، اعجنها كويس، اعجن الخميرة كويس كده اهو. الخميرة دي بتبقى مثلا اما احنا دلوقتي في موسم الشتاء، العجينة بتاعتنا بتبقى بنمسكها بنخليها طرية شوية. ليه؟ عشان خاطر تخمر بسرعة وما تاخدش وقت يعني. اما في الصيف بخليها انشف من كده شوية، العجينة بتبقى ماسكة شوية، ماسكة نفسها شوية. تمام. ان شاء الله باذن الله. ادي بعجنها كويس كده اهو، بلم الدقيق كله، الم الدقيق كله كده اهو وادخله في قلب بعض كده اهو. تمام. ادي العجينه بتاعتي، احط عليها كمان شويه ميه تاني واعجنها كويس. الم الدقيق، اجيب الدقيق من تحت. يبقى احنا قلنا دي عباره عن عباره عن خميره بيره، فكيتها بشويه ميه، حليتها بشويه ميه. وكمان الميه يا جماعه تكون دافيه، اهم حاجه الميه تكون دافيه، ما تكونش سخنه خالص عشان ما تفسدش الخميره. تمام. ادي اهي. احنا قلنا في الشتاء بخلي العجينه طريه شويه معايا. الحمد لله كده تمام. كده الم العجينه دي بقى هغطيها واقوم الصبح بقى ان شاء الله، اقوم بدري واقوم بحط عليها كميه الدقيق اللي انا هخبزها، سواء 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو. انا بقى عشان خاطر يعني شغلي وظروف شغلي بعمل 10 كيلو 12 كيلو كده يعني، عشان انا مش بخبز كل يوم بصراحه. انا ممكن اقعد مثلا قدام الفرن مرتين في الشهر عشان ظروف شغلي وولادي والمدارس، فانا مش هقدر اقعد كل اسبوع قدام الفرن. ادي العجينه بتاعتي اللي انا عايزاها خلاص كده، عجينه مرتاحه وحلوه اهي، مفيهاش اي حاجه. تمام. ودي العجينه بتاعتنا اللي همسك عليها الخميره. تمام. ادي العجينه بتاعتي اهي خلصت كده. بعد كده خلص ايدي من الدقيق بس اللي من العجينه اللي فيها، ونغطيها يا جماعه وتتغطى، واحطها عادي على كميه الدقيق اللي انا هخبزها الصبح عادي بحطها، واقوم الصبح ان شاء الله باذن الله اكمل. خلصها بس كده حاجه بسيطه عادي يعني، مش مشكله. شويه الميه دي مفيش اي مشكله عادي. اخلص ايدي. تمام.
احنا لقمة العيش المصري دي انا عن نفسي ما بمشيش على عيش الافران ده، مش حلو، مش بحبه، مش بيشبع، والرغيف صغير. اما العيش المصري ده ما شاء الله حاجة نظيفة وحاجة حلوة وحاجة بيتي من البيت كده، تاكلها وانت مطمن، معمولة على ايدك. ادي يا جماعة الخميرة بتاعتي خلاص كده خلصت تمام. هنغطيها ان شاء الله باذن الله، و... ونبتدي بقى نعجن بكره ان شاء الله باذن الله الصبح. اشوفكم ان شاء الله الصبح على خير باذن الله.